احسن تشكيله اخر 20 سنه من 2005 ل 2025 في تاريخ الدوري المصري. ابدا سياحه. بص يا معلم، منان احسن تشكيله هتبقى 4 2 3 1 مبدئيا. عصام الحضري اظن مفيش خلاف عليه. قدامه هيبقى باك ليفت، هقول سيد معوض. محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان كده كده عنده بوتنشال، كان هيبقى من احسن باكات شمال النجوم في التاريخ كده كده ويتحط عادي. بس سيد معوض انا شفت تاثيره اكتر على مدى بعيد، يعني شفته مع المنتخب، شفته في الاثنين قلب دفاع، وائل جمعه وهاني سعيد. هاني سعيد ما شفتش حد احسن من هاني سعيد في المكان ده. ما شفتش حد جنب وائل جمعه جه احسن من هاني سعيد غير عبد المنعم. عبد المنعم هيبقى وهو ستيل دلوقتي ممكن اقول لك احسن من هاني سعيد، بس هاني سعيد خلص. انا شفته وهو بيلعب اثر مع المنتخب في بطولات، فهاني سعيد انا عن نفسي بحبه. يعني كده كده عبد المنعم هيبقى مكانه، بس انا دلوقتي هختار هاني سعيد. هو بيحط الماستر بيسز بالظبط. باك رايت محمد بركات. بركات في المكان ده كنت متاكد انك هتعلق. هقول لك ليه بركات بس لما نتكلم على اللي قدام. هحط الاثنين وسط ملعب، حسني عبد ربه ومحمد شوقي. قفلتها ليه؟ لاني حاطط بركات باك رايت، فلما بركات هيطلع مين هيروح يامن وراه؟ رجاله يا باشا دماغ كمل يا شغال. معلم. كمل يا قائد كمل. ماشي شكرا لذوقك. اللاعب رقم 10 هيبقى محمد ابو تريكه. اساسيات. وينج ليفت احمد عيد عبد الملك، لعيب اندر ريتد جدا. ده جدا يعني. لعيب يعني انا بشوف ان اللي في المركز ده ما كانوش كتير اصلا في مصر في الحته دي. ممكن اقول لك تريزيجيه وكل حاجه، بس انا بتكلم على الدوري المصري. يعني انا شفته جوه الدوري المصري. احمد عبد الملك اثر مع المنتخب واثر مع الدوري كتير. وينج رايت اللي هو الناحيه اللي هو بيلعب بيضم بشماله. اكيد مين يعني بيضم بشماله؟ شيكابالا. لا فكك، هقول شيكابالا. بس انا قلت اساسي، أيوة. ما قلتش حاجه. عشان كده انا حطيت بركات باك رايت، لان ما اقدرش ما احطش بركات، وبركات وشيكابالا بيلعبوا في نفس المركز. يبقى نار دي. فبركات وشيكا، وورا بيامن وراهم شوقي او حسني عبد ربه في الباك رايت، والهجوم عماد متعب. انا مش هختلف ان هو عماد متعب كده كده. تحب تحط حد احتياطي للتشكيله دي؟ افاجئك امام عاشور. اوه انا زملكاوي بس امام عاشور يا جماعه. امام عاشور لعيب وسط ملعب ما شفتش الماتيريال دي في مصر غير يتعدوا على الصوابع. امام عاشور لعيب كبير قوي طبعا، وعبد المنعم، بس انا سبت دول احتياطي لان هم لسه ما جابوش اخرهم. انا حطيت اللعيبه، معظم اللعيبه تقريبا كلهم باستثناء شيكابالا اللي هيبطل خلاص اخر السنه، كلهم بطلوا. لكن انا دماغي في كنت هتقول ايه؟ هو مبطل ماشي. لكن دماغي في اللعيبه الاكثر الايكونيك جوه يبقوا هم ال 11 لعيب والحريف حريف. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. والمعلم مش بقى يقول مين. تمام. هبدا برضه في راس المرمى، ما فيهاش اي اختلاف، هي عصام الحضري. حاجه اساسيه كلنا انا اتفق عليها بالظبط كده. 4 2 3 1. في الباك رايت، في الباك ليفت سوري، احط عبد الوهاب. ما ينفعش ما احطش عبد الوهاب، يعني الله يرحمه كان كواليتي عالي قوي، اوفر من اي مكان في الملعب، دفاع موجود، تكمله هجوميه، اسم في نص الملعب. فلا يعني الله يرحمه لو كان استمر كان يبقى في حته ثانيه. 2 نص ملعب، 2 سوري مساكين، وائل جمعه ومحمد عبد المنعم. ما عادش كتير في الملاعب، بس الفتره اللي قعدها عمل حاجات ما حدش عملها. كفايه جونه في الوداد في نهائي استاد متقفل خارج ارضك، نهائي افريقيا، بكل شجاعه وكره اوفر في منطقه صعبه، جاب هدف. الرجاء كذا حاجه يعني، مش الوداد بس. فلا ووصل نهائي افريقيا مع المنتخب، فلا ليه بصمته، ما ينفعش ما نحطوش. باك رايت بقى طبعا الجوكر احمد فتحي. نروح لاثنين نص الملعب 6 و8. الستة حسني عبد رب، 8 حسام غالي. نروح بقى مركز 10 والماجيكو ابو تريكه. على اليمين محمد بركات، عادي خالص. هو بس اللي اتفزلك حطه باك يمين. هو من غير فزلكه حطه في مكانه. انا اتفزلك بقى اساسي يا باشا. لما العب بالتشكيله دي وما اجيبش بطولات تيجي تحاسبني يا باشا.
بس معلش الوينج رايت بركات اروح الوينج ليفت، هو لعيب اندر ريتد. منسي، عمر جمال، لاعب الاسماعيلي بصراحه. فاضل بقى راس حربه احمد متعب. كنت هقول عمرو زكي، مستغرب يعني عادي يعني الاثنين يبداوا جنب بعض، الواحد يبدا لا عادي عادي يعني مش شرط حتى ان انا العب واحد واحط الثاني، ممكن العب الاثنين جنب بعض عادي. ويجو باشا يبدا بقى التشكيله. ماشي. في الجون كده كده احنا متفقين عصام الحضري مش هنختلف. باك شمال محمد عبد الوهاب الله يرحمه، ده كده كده اساسي، ممكن يرفع لك من نص الملعب يخليك تجيب جول. فمع احترامي لسعيد معوض، مع احترامي حصل، لاي لا لا باك حصل. ليفت يعني. الاثنين المساكين برضو هنشوف اكيد وائل جمعه، جنبه حاجه ممكن تختلفوا معايا عليها ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد يا جدعان لو كان كمل صح، قوي. كمل صح، فضل ماشي بمنتاليتي احسن من كده بكتير، احسن يعني من احسن المساكين موجوده في مصر. بيطلع لك بالكوره، عارف يمشي ازاي، عارف هو بيعمل ايه. فمستحيل محمد عبد المنعم دلوقتي موجود زيه يعتبر، بس ابراهيم سعيد كان هيبقى في حته ثانيه لوحده خالص. ممكن نحط باك رايت احمد فتحي طبعا. هنلعب باثنين نص ملعب، هيبقى معانا اكيد حسام غالي، وجنبه محمد شوقي. انت ليه قلت اكيد حسام غالي وصلت يعني قصدك عشان ما حطيتش حسام غالي؟ انت عايز بالظبط. توصل لي رساله يعني. ده كده كده طب كمل كلامك. طبعاً هيكون الاساسي بتاعنا ابو تريكه، محدش يقدر يختلف. الوينج ليفت تريزيجيه. بس تريزيجيه ما قعدش في الدوري كتير. عيبش في الدوري كتير، بس انت ككواليتي تريزيجيه. هو كواليتي ما فيش اختلاف عليها، بس بتكلم على مدته في الدوري. يعني حتى انا حاطط تريزيجيه كواليتي اعلى من الدوري. بس احنا لو هنحط اخر 20 سنه سوري قصدك جه يعني في الفتره دي ما تريزيجيه. يتنسيش. ممكن معاك طبعا. ممكن بديله رمضان صبحي، ده حاجه اساسيه برضو ان هو من احسن وينج ليفت اللي جه في مصر، بغض النظر عن موقفه ما علينا يعني. واللي عمله بس هو لا، رمضان صبحي كملعب لا، ما قوه كملعب لا. بدنيه، سرعه، دفاع، مهاره، فمحدش يقدر ينكر ده. لا رمضان كان كواليتي عالي قوي. هنلعب وينج يمين مثلا، ممكن نحط بركات طبعا. لو هنهاجم يعني من وجهة نظري عماد متعب. مش هنهاجم اكيد هنهاجم. مش هنهاجم قصدي يعني هنطلع المهاجم. من ورا. لا هنقفلها ده لو ورا. هنهاجم. لو هنهاجم. ممكن نحط عماد متعب وبديله اكيد عمرو زكي، محدش يقدر يقول حاجه غير كده. تحب تحط بدله في اي مركز ثاني في التشكيله دي؟ قلت لك ممكن يبقى رمضان صبحي وينج ليفت. وامام عاشور طبعا. كده اول حلقه خلصت. طبعا انت عارف هتعمل ايه، لايك شير وسبسكرايب للشانل، وتعمل لنا فولو على الفيسبوك وتيك توك وانستجرام. بركات اللي يلعب باك يا عم انا حر يا عم في كلامي يا عم. ايه يا عم يا عم هو كله في الكلام. انا مش مقتنع بولا تشكيله. حازم امام ايه يا ابني اللي جابك؟ بعدين معلش انا اسف، بقول لك حازم إيه؟ بيلعب في مين؟ وايه يا عم ابراهيم؟ ايه يا عم ابراهيم سعيد؟ وانت هتفضل تروح من هنا ورا.